اهلا يا مصطفى بيه، نورت. ما هو انت بقيت صاحب العربيه مش انا، كل ده تاخير يا بيه؟ انت فين ده كله؟ ايه ده عليا بس يا استاذ علاء، انا طول اليوم في قرف، وزبون يركب يتنك عليا، وزبون محترم، وزبون يتشنك، فايه ده عليا؟ وكفايه الخبطه اللي انا خدتها قدامي. خبطه؟ تعالى كده وريني الخبطه دي. تعالى يا بيه وريني كده. ايه يا عم مصطفى، هو انت ماشي تخبط ولا ماشي طالع تشتغل ولا انت ايه بظروفك بالظبط معايا؟ يا استاذ علاء وانا مالي، انا ماشي في حالي، واحد اللي خبطني يعني مش انا اللي غلطان. ما هو انت مش غلطان، بس انا اعمل ايه؟ خدت منه فلوس حق الخبطه؟ وانت عايزني اقبل عوض من حد عشان خبطني غصب عنه؟ طب ماشي اديني انا بقى اعمل لي الخبطه دي بعد اذن حضرتك. يعني انا ما رضيتش اقبل من الراجل تمن الخبطه، هتاخدها انت مني؟ طب ما هو انت كده خبطه على خبطه على خبطه، انا العربيه مش هتنفع كده بعد كده للشغل ولا حتى للاستعمال الشخصي. طب وانت يا استاذ علاء عايزني اعمل ايه؟ اديك تمن حاجه انا ما رضيتش اقبلها من واحد؟ يا عم انا اعمل لك ايه؟ العربيه لسه جديده. جديدة ايه يا استاذ علاء؟ العربية عايزة صيانة كل يومين، وانا بشتغل عليها عشان اكل عيش، اخد منك اليومية يا دوبك ادفع الجمعيات والاقساط اللي عليا. طب الحل ايه بقى يا عم مصطفى؟ انا اللي اقدر اعمله معاك يا استاذ علاء ان هدفع معاك 200 جنيه في الرد على البارد، هي اصلا مش هتكمل 400 جنيه بارد كلها. ايه يا عم؟ العربيه متنيله داخله لجوه كلها ايه؟ بقول لك انا اللي اقدر اعمله معاك، اديني مفتاح العربيه ده كده، اديني مفتاح العربيه يا بيه. اتفضل يا استاذ علاء. يلا يا عم مالكش عيش عندي تاني. يا عم هي على الله مش على عليك. الله يابا. وعامة انا ما رضيتش اقبل عوض من حد، وانت قطعت عيش، مش من ترك شيئا لله عوضه بخير منه. يا عم ماشي، ما هو ده كلام جميل، ما هو كده السواقين كلها هتخبط لي العربيات. يلا يا عم اتكل على الله. في ناس ايه يا عم بندق؟ ايه يا ابني مالك؟ ايه عامل ايه؟ الاخبار؟ تمام يا معاك حبيبي. سجاير؟ خد سيجاره اهي. هذا سؤال مخنوق على اخري بصراحة. ليه يا عم مالك بس؟ يا عم استاذ علاء انت عارف ان انا شغال معاه، اه عنده عربيات ما شاء الله يا عم، فانا شغال على العربيه من عربياته. ايوه خبطه يا عم تترد على البارد ب 2 جنيه، يتشنج عليا وقله ذوق. ليه يا عم؟ قلت له هشيل معاك نصها، راح قال لي هات المفتاح ومشاني من الشغل. وده اللي مضايقك يعني يا عم ساسا؟ أكل طب يا عيش عم يا عربيتي اهي، انا راجل موظف، انا كل اللي هحتاجه منك يوم الجمعه بس. يعني انت امسك كده المفتاح واشتغل عليها يا عم، ورزقي ورزقك على الله، جابت 100 جابت 200، ويا عم كلنا ماشيين على هوا، خليها على الله واسترزق منها. بس انا كل اللي هحتاجه منك يوم الجمعه، هاخد العيال والكلام ده اخرج بيه. ان شاء الله هبقى قد المسؤوليه دي انت يعني. بس يا اسطى اشتغل كده وخليها على الله. يا عم هو حقيقي من ترك شيئا لله عوضه بخير منه. اكيد. يلا بس نغسلها ولا نلمعها؟ نغسلها طبعا. يلا معلم.